سيدنا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الموديل. يعني تشاركت معكم واحد التصويرات ديالو وطلبتوه ليا بزاف، بغيتو يعني نوريكم الطريقه ديال الفصاله ديالو وديال الخياطه ديالو، كيفاش كنفصلو وكيفاش كنخيطو. غادي نشارك معكم ان شاء الله هذا الدرس هذا في هذا النصف ديال الثوب ملحفه. هذا النصف ديال الثوب ملحفه غادي نفصلوا منه ان شاء الله جوج بياسات، وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله الخياطه ديال وحده وحده، راه بحال بنخدموهم نفس الموديل ونفس الشكل. اول حاجه غادي نعبروا دابا هذا النصف ديال الملحفه. شحال خلى لنا هنايا؟ تقريبا كيخلي لنا واحد 2 متر و10 سنتيم النصف ديال الملحفه. يعني الملحفه راه ما كتعطيناش جوج تميرات كبار، كتعطينا واحد كبير وواحد صغير، اولا جوج صغار. غالبا ما تقدرش تعطينا جوج كبار في نفس الوقت. الا كانوا جوج عبارات كبار ما كيعطيناش جوج. بالنسبه لي عبرت هنايا متر كيف كتشوفوا ونص زائد 50 سنتيم هي 2 متر، كتبقى لي هنا 10 سنتيم. هاد 2 متر و 10 سنتيم هي اللي تقريبا كتخرج لنا هاد النصف ديال الملحفه. غالبا بعض الاحيان كتخرج لنا غير 2 متر. غادي نشاركو معكم ان شاء الله الخطوات كيفاش غادي نفصلوا منهم هاد القندوره هادي من بعد ما فصلنا النصف الاول منه قندوره. اول حاجه كندوبلو الثوب بهاد الطريقه هادي على جوج، كيفاش تشوفوا كندوبلو على جوج. كنحاول انني كنطلق الثوب بهاد الطريقه هادي، وكتكون في واحد التراجيله هي كاينه هادي. التراجيله هادي نحاول نخليها خارجه، يعني ما نعبرش عليها. من بعد ما كنطلق الثوب بهاد الطريقه هادي كنطلقو يعني بهاد الشكل هذا حتى كيخرج ليا. الا كانت عندي فيه شي تراجيله ولا شي حاجه كنشد الثوب بهاد الطريقه هادي، ولا كانت عندي شي تراجيله في الثوب كنحاول نخليها كيف كتشوفوا هنا. عندي التراجيله هادي كنخليها بهاد الطريقه هادي، ما نحاولش انني نزيد الثوب بهاد الطريقه، لا، خطا. خاصني نخليها باش تخرج من الثوب، باش تخرج ليا العيب، ما يخرجش ليا العيب في البياسه. كنشد الثوب بهاد الطريقه هادي وكندوبلو على جوج. من بعد ما كندوبلو على جوج كندوبلو بهاد الطريقه هادي على 4 بهاد الشكل هذا. من بعد ما كندوبلو على 4 بهاد الطريقه هادي كنطوي هنايا تقريبا 44 سنتيم اولا 42 سنتيم اولا 45 ولا 46. المهم كيبقى ليا على داكشي على حساب السيده شحال كتلبس. كل ما كانت كتلبس هنا في الصدر كثير، كل ما كنعطيها العروض في الجلال كثير، باش كتعطيني البياسه انها كتبان ليا بانها كلوش. هنا بالنسبه لهاد العبار اللي بغيت نقادها 46 اولا 44 اولا 42 كنحاول نركز على هاد التويب اللي مقاد، هذا اللي مقاد من هنا ومن هنا. كنقاد الثوب ديالي بهاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. غادي نحاول نزيد واحد شويه الثوب بهاد الطريقه هادي. حنا كنتشاركوا معكم هاد الخطوات هادي باش تستافدوا كيفاش كنفصلوا يعني هاد الثوب ديال الملحفه وكنخرجوا منه البياسه بواحد الشكل اللي هو مزيان. كتخرج لنا عريضه من الجلال، كتخرج لنا في عبارها مزيان. ولكن كنفصلوا بهاد الطريقه هادي تنكيس. الا فصلنا على الطول ديالو راه ما غادي يخرجش لينا نهائيا. من بعد ما كنقاد الثوب بهاد الطريقه هادي من الضروري انني دائما انا كندوز عليه المصلوح بهذا الشكل هذا، باش الا كان عندي داك التكماش كيتقاد باش ما يخرجش ليا العبار ماشي ما مقادش. غادي نصلح دابا البياسه كامله بهذا الشكل هذا ونبداو نحطو معكم القياسات. من بعد ما صلحنا البياسه كيف كتشوفوا هنا، صلحنا التويب ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنحافظوا على الابار ديالنا، عكس الا فصلنا البياسه وهي فيها واحد التكماش. من بعد ما غادي نخدموها ونصلحوها غادي يتزاد عندنا داك التكماش وما غاديش يبقى محطوط لنا داك الابار اللي بغينا مضبوط. لهذا انا من الضروري انني كنخدم بالمصلوح، يعني المساله هذه ضروري منها. كنبدا دابا القياسات ديالي بهذا الشكل هذا. انا كنتشارك معكم الطريقه ديالي باش كنفصل هاد البياسات هذا. اول حاجه كنجي للاسفل ديال البياسه بهذه الطريقه هذه، كنطراسيها، كنعبر الطول اللي بغيت. هنايا عندي متر و30، هي هذه متر و30. كنزيدها تقريبا واحد 3 ولا 4 سنتيم، هي هذه 4 سنتيم، يعني سنتيم ونص. 2 سنتيم كتمشي في الاسفل و2 سنتيم كتمشي الفوق. كنطراسي هنايا واحد الخط يكون مقاد بهذا الشكل هذا. من بعد كنحط دابا القياسات ديالي. هنا كنحاول انني ندير 6 سنتيم، دائما الثوب هذا نديرو فيه 6 سنتيم، لانني الا درتي 7 سنتيم ولا 8 سنتيم غادي يخرج لك الطوق مهيتك بزاف وواسع. وانا بنفسي وقع لي المشكل انني زدت واحد السنتيم وليت كندير 7 سنتيم وهو يخرج لي شي طواق ديال البياسات خرجوا لي عراضين شي شويه. لهذا 6 سنتيم كتجي مضبوطه وكتجي مزيانه. نحاول انني نعبر الكتاف. عندي 42، كنحط هنايا 21 زائد سنتيم ولا سنتيم ونص بالطريقه هذه. كنطيح الكتاف من هنا ب3 سنتيم، وكنطيح من هاد الدوره ديال العنق ب2 سنتيم بالطريقه هذه. غادي نطيح الكتاف بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كنطيح الكتاف كننزل، مثلا عندي خرجت لي هنا 23 سنتيم،
كنزل بهاد 23 بهاد الطريقه هادي وكنطراسي واحد الخط. هاد الخط هذا هو اش كنعبر ربع دوره الصدر. كيف كتشوفوا كنعبر عليه الصدر. عندي 29 هنايا في الصدر، كندير هنايا 29 زائد سنتيم ولا سنتيم ونص، غادي ندير 31 كنزيدها 2 سنتيم لانني كنشد شويه في الخياطه. غادي نجيب هاد المسطره هادي ونطراسي الدوره ديال التركيز بالطريقه هادي. من بعد ما كنطراسي الدوره ديال التركيز كنجي للفوق هنا كنزل ب 40 سنتيم، كنطراسي واحد الخط هو حتى هو بالطريقه هادي. كنجي تاني للفوق هنايا كننزل ب 60 سنتيم، كنطراسي واحد الخط بالطريقه هادي. على هاد العبار ديال 40 سنتيم كنعبر ديك الدخله ديال الحزام، كنقصها شويه على هاد العبار ديال الصدر. هنا درت 30، هنا درت 31، هنا درت 30، وهنايا كندير 33 سنتيم. دابا كندخل الدخيله هادي بهاد الطريقه هادي ديال الايفازي، كنخرج المسطره تاني واحد شويه بهاد الطريقه هادي وكنكمل لاطراس ديالي. من هاد النقطه هادي كنخرج للجلال. شحال عندي في الجلال هنايا، شحال خرج ليا؟ بالنسبه لي انا هنايا عندي شويه الثوب كيف قلت لكم، درت فيه 44 سنتيم. 44 سنتيم غادي نحاول انني نعبر على هاد 44 سنتيم على هاد النقطه هادي اللي درت فيها 34 وكنخرج بهاد الطريقه هادي بهاد الشكل هذا. هنا بقى لي غنقطع الثوب ديالي، نتبع على الاطراس، نتبع على هاد الاطراس ونقطع الثوب ديالي. من بعد ما قطعت دابا على هاد الاطراس هادي، تبعت على الاطراس ديالي، كنحاول انني نجي للاسفل ديال البياسه هنا، ونحاول انني نقادها من الاسفل بهذه الطريقه هذه، وكنجي من الجوانب من هنا وكنطلع بواحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيم بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا دائما هاد الجناب هادو ديال البياسه نحاول نطلعهم، يعني باش ما تجينيش البياسه مجنحه ليا من الجوانب. خصوصا هاد البياسه الثوب ديال الملحفه هذا كيجي فيه بعض المشاكل الا خليتيه يعني خارجي لهاد القناه، حتى ملي كتصلحو كيزيدو يخرجوا اكثر، كيولي طاري فيه واحد المشكل خايب. دابا من بعد ما فصلت دابا هنايا كيف كتشوفوا البياسه ديالي، غادي نحاول اني نفصل الكميمات هما الاولين، يعني باش نشيط دوك التويبات اللي غادي نقاد بهم داك الدوبلور ديال الكول وداك الكارنيتور والجياب والمسائل. كنحيد دابا الطريف هذا والطريف هذا كنقلبو بهذا الشكل هذا. كنجيب دابا الطريف هذا وكنقلبو بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كنقلب هذا الطرف هذا بهذا الشكل هذا، نقادو بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. من بعد ما قديت التويب ديالي بهذه الطريقه هذه، كنحاول انني كنجي للطول ديال الكم، كنشوفوا شحال عندي 52 في الطول ديال الكم. غادي نجي وغادي نعبر هنايا 52 سنتيم بالضبط. غادي نعبر 52 سنتيم، ما غاديش نخلي ديك الزياده ديال التكفيفه، لان عندي واحد الدونتيل غادي يزيدني شي 3 سنتيم. ديك 3 سنتيم اللي بغات تنقص ليا من الثوب من هنا بتزادني في هذاك الدونتيل. داك الدونتيل اللي عندي كيزيدني داك العبار. داكشي علاش عندي 52 حطيت 52. اما كون كان عندي شي دونتيل عادي غادي نزيد العبار ديال الخياطه، يعني كنزيد 3 سنتيم. هنا ما غاديش نزيد ديك 3 سنتيم لان الدونتيل غادي يزيدني 3 سنتيم. الا زدت انا 3 سنتيم والدونتيل زادني 3 سنتيم غادي يجوني الكمام طوالين. نتمنى الامور تكون واضحه. انا كنحاول نشرح لكم جميع النقاط. غادي نجيب دابا هذا المسطره نحطها هنا ونقلب على هذا الثوب هذا ونقلبو على هذا بهذا الشكل هذا. من بعد ما كنقاد الثوب ديالي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كاين هاد العبارات اللي كنديروا معكم دائما في التركيز، كنحاول انني كنزل من هنا ب 26 سنتيم. هاد العبار هذا كنقول لكم دائما اننا كنديروا ليه واحد الباترون كنحطوه وكنفصلوا عليه، لان ما كنبقاش هنايا كل مره نعبر هاد العبارات هادو هاد القياسات. كندخل من هنا ب 12 سنتيم وكنطراسيها بهذا الشكل هذا بشكل مائل. كنعبر هاد المسافه اللي عندي هنايا كتخرج لي تقريبا غالبا 28 سنتيم.
كنقسمها على جوج 14 سنتيم، هنا كنقسمو على جوج 7 سنتيم، وهنا كنقسمو على جوج على قود 21 سنتيم. من الفوق من هنا كنخرج بجوج سنتيم، من التحت من هنا كندخل بسنتيم ولا سنتيم ونص. كنقطع الدورة ديال التركيز أو حرة الإبط بهذا الشكل هذا. بالطريقة هذه. كنجي دابا للتركيز هنايا كنعبرو داكشي اللي عندي فيه، اولا كنعبر هاد القطعة هادي راه بحال هاد القطعة هي اللي قطعنا من هنا. كنعبر هاد القطعة هادي عبرت فيها 29، كنحط 29 سنتيم هنا هي هادي. كيف قلت لكم هنا كنعبر 52 سنتيم هي هادي. كنعبر في راس الكم هنايا 14 سنتيم ولا 15 سنتيم كيبقى اختياري هي هادي. وكنقطع التويب ديالي. بالنسبه لهاد التويب هذا كنحتفظ عليه لانه هو مناش كنفصل داك الكارنيتور ديال الكول. دابا غادي نمشي من هنا بهاد الطريقه هادي نقاد. انا دابا فصلت الكميمات ديالي. دابا كنجيبو البياسه ديالنا هي هادي باش نعدلو عليها داكشي اللي بغينا نعدلو. كنحاولوا اننا كنحيدو الطرف ديال الظهر اللي بغيكون في الخلف، ما كنديرو ليه حتى شي حاجه، والطرف ديال الامام هو اللي كنعدلو عليه. نجيبو دابا هاد الطريف هذا كنحطوه بهذا الشكل هذا، ونحطو فوق منه هاد الطرف هذا بهاد الطريقه هذه. هنا غادي نقطعو الكارنيتور ديال الخلف هو الاول بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. كننزلو من هنا بواحد 6 سنتيم وكنقطعوه بشكل دائري 6 سنتيم دائريه، هو هذا الكارنيتور ديال الخلف. كنعاودو نحطو كنهزو ثاني هاد التويب هذا وكننزلوه بهاد الطريقه هذه. في حاله الا شاط لينا هاد الكارنيتور هذا او هاد الطرف هذا قادنا في الكارنيتور ديال الامام وديال الخلف. من بعد ما كنحطوه بهاد الطريقه هذه كنحاولوا اننا كننزلوا من هنايا، كننزلوا من هنا 9 سنتيم هي هذه، وكننزلوا من هنا ب 9 سنتيم كيف كتشوفوا. هنا 9 سنتيم لانها طالعه الفوق، وهنا 9 سنتيم لانها نازله لتحت. وكنقطعوا الكول بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. كنقطعوا الكول ديالنا كيف كتشوفوا. هنا كنقطعوا الكول ديالنا بهذه الطريقه هذه. هذا هو الكارنيتور. باش نتشارك معكم ان شاء الله الخطوات ديال الخياطه ديالو باش كيطلع عندنا واحد الشكل اللي هو رائع جدا. من بعد ما قطعنا دابا الطروفه ديالنا بهذه الطريقه هذه، نحاولوا اننا نجيو لهنايا كننزلوا من هنايا بواحد 10 سنتيم ولا 12 سنتيم، وكنقطعوا في الجيب هنايا 15 سنتيم بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. بالنسبه لهاد القياسات اللي كندخلوا هنايا بواحد تقريبا واحد السنتيم هنا من كندخلوا واحد السنتيم من هنا من التركيز، وكننزلوا بواحد السنتيم من هنا من الفوق. هاد المسائل هذه كتبقى يعني اختياريه، الا بغيتو ديروها كديروها. بالنسبه لنا هاد الكانطورات وهاد التشاميرات بعض الاحيان كنديرهم ليهم، بعض الاحيان ما كنديرهمش، لان كنشوف الا كانت السيده كتلبس شويه العبار كتلبس يعني راه كيجيو رائعين في اللبسه ديالهم بلا ما نحاول انني نقص منهم هذوك السنتيمات ولا شي حاجه، كيجيو مزيانين. الكميمات ديالنا هما هادو، هاد الكارنيتور ديالنا هو هذا، الثاني هو هذا. هنا غادي يبقى لينا واحد التبطين ديال الجيب، كنحاولوا نجيبوا هاد الطريف هذا اللي كيشاط لينا من الدوره ديال التركيز هو هذا اولا هذا، المهم واحد فيهم كيشاط لينا من الدوره ديال التركيز. هو مناش كنقطعوا التبطين او الكارنيتور ديال الجيب لداخل الجيب، داك التبطين اللي كنبغيو نديرو ليه من الداخل. بالنسبه لهاد التبطين ديال الجيب كنقطعو انا بلا عبار، دائما كنحاول نقطعو بلا عبار، لانه ميمكنش ليك تبقى دائما تعبر في هادشي. هادشي خاصك تعود انك تحط القياس مضبوط. كندخل من هنا كنعبر هنايا 32 سنتيم، وهنايا كنعبر 16 سنتيم. اما من هنا كنعود غادي وكنخرج زيرو، يعني كنخرج للحاشيه. كنقطعو بهاد الطريقه هادي، بهاد الطريقه هادي كيجيني هاد الجيب هو هذاك كيف كتشوفوا. كنتمنى يعني هذا الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تتبعوا معنا ان شاء الله الفيديو ديال الخياطه حتى هو، ما تنساوش تتبعوا معنا الفيديو ديال الخياطه حتى هو ان شاء الله. كيف كتشوفوا هنا البياسه ديالنا فصلنا هي هذه، التبطين ديال الجيب هو هذا كيركب لينا في البليصه هذه، الكميمات هما هادو، وهاد الكارنيتورات ديال الكول.
وواحد البوينطه يعني كنقطعوا واحد السينتا فيها واحد 4 سنتيم في الارض، تقريبا فيها واحد 50 سنتيم في الطول، غادي نزوقوا بها كيف غادي تشوفوا معنا ان شاء الله في الخياطه. نتلاقاو معكم في الفيديو ديال الخياطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.